تاني علشان احنا لو بنتكلم لو انتي الاعلام يفهمنا والحكومه تفهمنا. الاستاذه قصواء انتوا بتقعدوا تقولوا لي شوفوها شوفوها شوفيها شوفيها. طيب استاذه قصواء برضو بتردد فكره انه يا جماعه في اكونتات من الخارج اللاجئين اللي قاعدين مرازينا، في ناس قرايبهم او وات ايفر من جنسياتهم قاعدين في الخارج وهم اللي بيشتمونا واحنا نطلع نقول احنا بنتشتم في بلدنا. لا حضرتك احنا على الارض الواقع احنا بنتهاجم منهم. معلش يعني انا لما جيراننا اللي كانوا فوقينا اللي كانوا لما يغاويين يدقوا كفته في عز الفجر، ولما والدي طلع راجل كبير يطلع يعني يقول لهم لو سمحتوا الصوت ومش عارفه وايه، يقولوا له ايه انت عايز ترجعنا بلدنا ولا ايه؟ ده مش لجنه حضرتك، دي مش لجان قاعده في الخارج وبتسخنا على حكومتنا. لما جيراننا اللي تحتينا اللاجئين اللي كانوا ساكنين تحتينا يشتغلوا في الدعاره وغيرهم لما يقعدوا يعني يشغلوا حاجات عامله زي البخور بس ريحتها غريبه وهم بيبقوا سكرانين ويفتحوا، ده ما كانش لجنه. لما قبل كده كان في سودانيين لاجئين في ادوار فوق، حاولوا واحد منهم حاول يفتح علينا مرتين، حاول يفتح علينا الباب الفجر عشان هو مش دايان بنفسه، حاول ومرارا يعني عمال يحاول اكتر من ربع ساعه بيحاول. وانا الاول كنت فاكره نفسي يعني بيتهيألي لحد ما قمت ولقيت وما اعتذرليش حتى، وطلع بمنتهى الثبات الانفعالي فوق من غير الاعتذار. انا من كتر ما انا كنت بتهز بقول لكم كنت بترعش بقيت ازعق وانا مش غير بقى الحاجات اللي بتتعمل بتتشم الجيران. كانوا ده مش لجنه حضرتك. الناس لما المصريين في عز الفجر لما يزعقوا يقولوا حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه بتشموه ده، الحاجات الغريبه اللي انتوا بتشموها وعندنا عيال صغيره، دي مش لجنه. لما اكتشف انه البوابه اللي في العماره اللي قدامنا ان اكتر السودانيين بيفتحوا على الناس، بيحاولوا يفتحوا على ناس بيوتها انهم بيبقوا سكرانين مش حاسين حاجه، ده مش لجان حضرتك. وغيره الناس. وصاحبتي اللي حكت لي على اختها او قريبتها اللي اتخانقت، او في واحده لاجئه سودانيه اتشكلت معاها في المترو قالت لها احنا قاعدين بفلوسنا وعملت كده معاها، دي مش لجان حضرتك. انا لما رحت بوالدتي الجامعه اللي جنبنا لما كانت والدتي كانت تعبانه، الوحيده اللي اتكلمت ايه كل واحد فينا جاي لنا بظروفه ولا ايه، وهي لاجئه بتتعالج زيها زي بفلوس قليله. ما دي مش لجنه حضرتك. وغيره حكاوي كتير وناس بتبعت لي بلاوي كتير، وموضوع فتح الشقق ده. وفي واحده في حد من المعلقين عندي على الشانل بتاعتي قال لي ده في واحده فتحت علينا يبقى سودانيه لاجئه سودانيه وبتفتح في كل الشقق، وفي شقه منهم فتحت بالمفتاح اللي معاها فالجيران زعقت ومعرفش تراضيهم ولا ايه مش عارفه. دي مش لجان حضرتك. فبطلوا بقى ان انتوا تتطاولوا على المصريين وتقولوا دي لجان. احنا بنحكي حاجات على ارض الواقع. الناس اللي بتشتكي لي ان مش عارفين يدخلوا ولادهم بمجاميع كبيره كليات والتانيين بيدخلوا بمجاميع اقل بكتير وبياخدوا مكان المصري بمجاميع اقل وفي جامعات مصريه، ده مش لجان. الشقق اللي محدش عارف يسكن فيها، في ناس كتير بيبعتوا لي انهم اتطردوا فعليا من الشقق، غير الناس اللي والدتي مره حكت لي على صاحبتها من كام يوم الايجار 2000 جنيه فالملك قال لها الشهر الجاي هتدفع 4000 جنيه تتفضلي مع السلامه. هو في كده؟ طب هو قانون الايجار الجديد بيقول الضعف يعني يزود الضعف، القانون بيقول كده. الحكومه سايبانا للناس دي ليه؟ دول مش لجان. فبطلوا كلمه لجان عشان انتوا كده دخلتوا في مرحله فيها قله حياه رسمي. تمام. وبعدين حضرتك احنا مش جايين بنتكلم على تقنين اوضاع، احنا بنتكلم على ترحيل. تمام، احنا بنتكلم على ترحيل دول ناس. انا قبل كده بلغت امن الدوله. اكتر من كده ايه؟ على واحد سوري لاجئ سوري. يعني ايه لاجئ سوري يجي يفتح عياده في مصر في الحصري؟ وانا قبل كده من كام سنه ساعه ما اتقال لي الكلام ده من واحد زميلي قلت له صور لي، ما كنتش مصدقه. صور اليافطه، واليافطه مكتوب عليها ايه بقى الانيل من كده؟ انه لا اعالج غير المرضى المسلمين الشيعه فقط، بيبين لنا طائفيته. دي مش لجان حضرتك. بطلوا قله حياه مع المصريين. اخر حاجه انا عايزه اقولها للعاشر مره، يا مصريين اللي عايز حاجه بجد بيقاتل انه يعملها. اول حاجه عشان دي دايما كل ما اجي اتكلم عنها انساها. ما تنسقوش ورا الناس اللي بيقول لك نشتمهم نضربهم ننزل نعمل احتجاجات او نصور ضدهم. ما تنسقوش لان دي دعوات اخوانيه.
انا عن نفسي اي حد بيقول لي هننزل، اي حد بيقول لي هنشتم، انا بعمل له بلوك من القناه، لان انا بعتبره ده مغرض. انا ما اعرفش، انا ما اعرفكمش يا جماعه، احنا ما نعرفش بعض على الحقيقه، ده انا في افكار بعض في الحقيقه. ما اعرفش اللي بيكتب لي كومنت بالمنظر ده جواه فعلا ايه، لكن اللي انا متاكده منه انه الاخوان عايزين يزيدوا في الزيطه وعايزيننا ننزل الشارع. فما تنساقوش ورا دعوات ان ننزل نعمل ثوره، ان ننزل نعمل مظاهره، ان ننزل نحتج، ان نشتم، لو شفتيهم اشتميهم، لو شفتيهم اضربيهم، نتعرض لهم، لا لا. لكن ممكن تعملوا ايه؟ دخلت محل اكتشفت ان في لاجئين واقفين بيبيعوا، لا والله يا ساره واخده موقف ضدكم وعايزاكم تمشوا، فانا مش طول ما انتم موجودين انا مش هشتري. ده انت كده بتثبت موقف، ده انا كده معاه. ثانيا والاهم، بدل الشكوى كتير قطعوا بجد، لان انا على ارض الواقع انا ما بلاقيش حد بيقاطع. على ارض الواقع هقول لكم على حاجه، انا كذا مره اقول لكم انا بدخل على صفحه الرئيس وعلى الماسنجر بتاعه هو المتحدث الرسمي والقصص دي كلها اللي هي الصفحات الخاصه بالدوله، بكتب الكومنتات اللي انا بقولها لكم دي. بلاقي الكومنت بتاعي يفوت عليه الايام لا لايك ولا شيء، الكومنت بتاعي مفيش حتى حد بيعمل عليه لايك. امال انتوا فين؟ انا مش بقول لكم تابعوني هناك واعملوا لايكات عليا، لا، انا قصدي اقول ان مفيش حد بيتكلم ورايا. صح، مش عارفه ايه، نادر قوي ان حاجه زي كده تحصل، ان حد يامن على كلامي. فدي حاجه مثيره للتساؤل. الحاجه اللي انا عايزه اقولها الثانيه، شدوا حيلكم في موضوع المقاطعه وخلوها مقاطعه بجد، مش مقاطعه على السوشيال ميديا وبس. الحاجه الاخيره اللي عايزه بقى اقولها لكم، لو سمحتوا، واللي قصواء كمان دي اللي انتوا بتقولي شوفيها اتكلمت فيها، يا جماعه اللي يشوف حاجه يبلغ عنها. انت جنب بيتك نادي للاجئين، بلغي يا فندم. ومش هقول لك اولا روحي اعمل محضر في الاسم، ده اولا، تمام، وخد رقم المحضر معاك، ده ثانيا. ثالثا، الشكاوى الموحده يا فندم، الشكاوى الموحده يا فندم بيهتموا، والله العظيم بيهتموا. ادخل يا فندم اتكلم، قول صوتك، انت تقول صوتك وانا اقول صوتي، كل واحد فينا يقول صوته. فكل واحد فينا صوتنا لما يبقى كتير، الدوله حتى لو مش عايزه تهتم هتهتم غصب عنها. زي ما كانت الاول عماله بتنكر ان الحاجات اللي احنا بنشتكي منها حاصله، بداوا دلوقتي الدوله تفوق، فاهماني؟ فلازم تبلغوا، اعملوا محضر في الاسم. عندكم جيران مريبين، شفتوا ناس كتير قوي. انا لسه بقول لوالدتي انا عايزه اعرف دلوقتي نشتكي اللي فوقينا واللي تحتنا ازاي، قالت لي لا دول اسره، مش اللي هم الجرمق وقبائل وحاجات زي كده. فاهمين قصدي ايه؟ لازم تروحوا تبلغوا، تعملوا محضر، وكمان تعملوا في الشكاوى الموحده، وكمان تدخلوا على صفحه، مش على الفيسبوك بقى، اكتبوا كده على جوجل الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه، تمام؟ هتدخلوا على الصفحه، هتعملوا اكونت بمنتهى البساطه، هتشوفوا اي اداره بقى شكاوى المواطنين على صفحه وزاره الداخليه على الانترنت، مش على الفيسبوك، واكتبوا شكوى تكون مكثفه، بتقولوا مشكلتكم باختصار، وطبعا بيبقى بياناتكم محطوطه عادي جدا وما فيهاش اي اذيه، وانا جربتها قبل كده مرتين جاب لي حقي مرتين، تمام؟ وعشان ما نكتفيش بس بالصريخ على الفيسبوك او على وسائل السوشيال ميديا وبس، عايزين نوصل صوتنا باحترام. احنا مصريين، غير جدير بينا ابدا ان احنا نضرب حد او ننزل يعني نخرب دولتنا بالتظاهر والاحتجاج، لان ده مش صح، بس خلاص.